السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي الغاليين؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي يا حبايبي وزيدوا النبي صلى عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة كانوا العيال راحوا المدارس، فقلت أعمل لهم النهاردة على الغدا شوية بتنجان وأعمله لهم بشوية دقة كده أحيجهولهم لغاية ما يجوا من المدرسة، لأن بيبقوا جايين واجعين من الجوع، فقلت أجهز لهم أي حاجة تسندهم وخلاص. انهم يا عيني ما بياخدوش معاهم سندوتشات للمدرسة، في منهم اللي بيروح صباحي وفي منهم اللي بيروح مساء وبيرجع الساعة 4:30، بيبقى قرب المغرب وبيجوا والله العظيم بيبقوا صعبانين عليا واجعين من الجوع، واجعين مش قادرين يمشوا. هتقولوا لي ليه طيب ما بتدهمش سندوتشات معاهم؟ هقول لكم موضوع العيش بالنسبة لي أنا بيجي حاجة مكلفة وعايز ميزانية خاصة. والله العظيم بكلمكم بجد، يعني رغيف العيش دلوقتي بيجي غالي، مش زي زمان ان الواحد يشتري ب10 جنيه عيش تكفيه لتاني يوم. دلوقتي انا ممكن ميزانيتي في العيش تدخل مثلا 40-50 جنيه في اليوم، ودي على مدار اليوم العيال بياكلوا فيه شوية جبنة، شوية فول، شوية بتنجان زي ما انتوا شايفين كده. فانا يعني بكون بعت العيل يجيب العيش مرة واحدة، فالعيل لما بيجوع بيعمل له مثلا رغيف، يعمل له رغيفين، بيبقى جاي من درس تعبان عايز ياكل، فاجي ابص بالليل عشان اعمل لهم فبلاقي مفيش عيش يعني. فطب اعمل ايه؟ يعني اشتري بكام عيش؟ يعني معلش، هو عشان آه، لو انا بطبخ طبخة كاملة العيل هيشبع وهيبقى فيه عيش اعمل له لتاني يوم، لكن انا يعني اليوم كله عارفين انتوا الاكل القطاعي ده هو ده اللي بيستهلك مصاريف وبيبقى يعني العيل ما بيشبعش بسرعة فيه. فانا يعني غصب عني بلاقي لان يعني هقول طيب اقول لهم خلاص روحوا على كده، طب انا هعمل ايه تاني؟ ما انا لو هجيب ميزانية كل يوم ب50 جنيه عيش، طب الحشو للعيش ده قد ايه؟ فكده حاجة مرهقة عليا خالص، وانا معايا كام 50 جنيه يوميا اجيب بيها عيش؟ فيعني غصب عني. وبصراحة نظام الحضور الدايم ده هو اللي طلع جديد في المدارس بقى حاجة وحشة وحاجة صعبة وإرهاق ماديا، والواحد بقى يعني يشيل هم أكل وشرب ومصاريف وسندوتشات. طيب يعني الموضوع صعب، برضه صعب، يعني العيال لحد دلوقتي وبتروح. طب يعني الأسر اللي يعني يعني مش عايزة أقول يعني لفظ مهين، الأسر اللي هي دخلها ضعيف دي تعمل إيه اللي زي حالاتنا ومعاها 3-4 عيال في التعليم في المدارس؟ فالواحد بيبقى غصب عنه، أنا ببقى بتقطع من جوايا لما العيل بيطلع من غير سندوتشات. والله العظيم والله العظيم أنا ببقى من جوايا بقعد أنب نفسي وأشتم في نفسي، ازاي انا سبت العيل يطلع كده هو من غير اكل وشرب ويقعد في المدرسة قدام زمايله ياكلوا قدامه وهو ما معهوش سندوتشاته؟ بس فعلا والله غصب عني بحاول ان انا يعني اعمل لهم اي حاجة استناهم ان هم يجوا ياكلوا، لان مش هيبقى طول اليوم في المدرسة من غير اكل، وكمان لما يجوا لسه هفكر اعمل لهم اي حاجة تقضي معاهم. يعني مرة اعمل لهم كيس مكرونة، مرة اعمل لهم سندوتشات جبنة، مرة فول، مرة بطاطس، مرة بتنجان، يعني بتمشي. بس انا العيال بيجي يقولوا يا ماما ده احنا كنا ميتين على نفسنا من الجوع، واجعين من الجوع، ويعني بيبقى ماما ادينا اي حاجة ناخدوها معانا حتى لو الرغيف يبقى فاضي، المهم ناكلوا اي حاجة في المدرسة. وهم عندهم حق، دول اطفال برضو ما يستحملوش، يعني احنا كبار لما الجوع بيزيد علينا ما بنقدرش نستحمل، وما بال دول اطفال وعيال بتبص لبعض. فربنا يفرجها عليا من عنده ان شاء الله ويهونها ويهون الصعب يا رب. انا حتى في موضوع الدروس ده هو يعني لما الوزير زود فترة الدراسة وبعد مدة الامتحانات وخلاها بعيدة، برضه بقت إرهاق موضوع الدروس. أنا العيال يوميا يعني أنا يعني دفعت العيل ولسه باقي 3 ما دفعت لهمش، يعني مطبقة شهرين دروس لكل عيل، يعني ما دفعت لهمش دروس خالص غير لواحد لسه دفعله اليومين اللي فاتوا، والتلاتة لسه يعني داخلين على الشهر التاني. يعني لدرجة ان المدرسين بيدخلوا لي على الواتس
يا أم محمد معلش الشهرية، احنا عندنا التزامات، احنا برضو ورانا التزامات، احنا غصب عننا يعني. كلام محرج، يعني كلام محرج، والواحد يعني صعب عليه ان هو يسمعه. الشيلة تقيلة يا جماعة، برضو الشيلة تقيلة. وانا لو واحدة بتكبر دماغها كنت قلت لا، بلاها تعليم وبلاها مدارس، يعني يطلعوا يشتغلوا من صغرهم. لكن انا مش عايزة احطهم يعني في وضع مش كويس. انا عايزة اعلمهم وعايزة افرح بيهم وعايزاهم يبقوا لي العوض. يعني انا عارفة ان انا بمر بفترة صعبة، بس عندي يقين في الله بإذن الله يا رب تجبر بخاطري فيهم. يعني عندي يقين فيك يا رب إنك تجبر بخاطري فيهم وتعوضني عن الأيام اللي شفتها الصعبة معاهم، إن هم يعوضوني، يعني يبقوا حاجة كويسة يعني أتشرف بيها، وأنسى التعب، وأنسى الإهانات اللي شفتها عشان خاطرهم، وأنسى أي حاجة وحشة شفتها عشان خاطرهم. الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواء. الواحد يحمد ربنا على السراء والضراء، ودايما يبقى يقيننا في الله بكل الخير يا رب يا رب. انا بعد ما قطعت البتنجان كده فردته زي ما انتوا شايفين كده على الارض، وهرش عليه شوية ملح عشان ينزل المية اللي فيه، عشان ما يشربش زيت كتير. المعلومة دي والدي الله يرحمه ويحسن إليه قالها لي يومها كنت بعمل له بتنجان برضو، شافني وانا بغسله في الطبق على الحنفية، فقال لي ايه اللي بتعمليه كده غلط كده، انت بتزودي ان البتنجان يشرب زيت ومش هتلاحقي على الزيت الكمية اللي هيشربها. فقال لي ساعتها تفرديه وترشي عليه شوية ملح، هتلاقيه بعدها بشوية عرق ونزل شوية مية اللي فيه اللي هما بيشربوا الزيت. الله يرحمه ويحسن إليه يا رب. بس فقلت أجهزهم للعيال أي حاجة تشبعهم برغيفين عيش كل واحد وخلاص، والحمد لله نعمة وفضل. أنا بس اللي طالباه منكم إن انتوا تفضلوا تدعولي، أنا بس ده اللي طالباه منكم، تدعولي بالرزق الوفير والصحة والعافية اللي تخليني أقف على حيل عشانهم.